والله بص انا وانت موجودين لو لنا عمر نقول بعدين اقول لك انت كلامك صح. بقى نكمل الجولة بتاعتنا النهاردة. تعالوا نروح نكملها. تاريخ 30/12 2011 الجمعة الأيام. ما فيش حد، قليل أوي الناس. زي مصيبة خيطة مش ياخد ليه الناس ما ساعدتش جمال عبد الناصر والسادات؟ انا مش حرامية، مش حرامية، ايديهم نضيفة. معلش. يلا بالسلامة يا فندم. ايه ده يا ابني كل الفلوس يا حبيبي. تعالوا نروح نعمل جولة على السريع، بعد كده نرجع الميدان. نبدأ بشارع محمد محمود. واو الجو برد أوي. الجو برد. ده شارع محمد محمود. السور لسه موجود ومفيش حاجة.
كالعادة. طبعا نكمل باقي الجولة، نشوف اخبار الشعب ايه. نطلع باتجاه نفكر كده القصر العيني. صار شوف التجمع ده ليه؟ شارع القصر العيني قريب من مجلس الوزراء. عيني يا حوت، هنرجع الحاج ونبي. كلامه جميل، الف كلام. يا مساء الحال يا رب، يا رب الناس كلها يا رب. وتنتظرون نرجع لها بعدين يكون خلصوها. علم فلسطين، علم فلسطين يرفرف علينا. ده برج القاهرة ده لأن اختفى بسبب سحب الضباب. زي كده مش شايفين المجمع العلمي بدأت عملية الترميم. يرمموا المجمع العلمي اللي اتحرق والاتبهدل والاتهد، كل ما ياخد يتهد ويتبني من اول وجديد. هنقرب دلوقتي ونشوف تجمعات وانقساط سياسية. شارع الشيخ ريحاني مسدود. المقاولون العرب هم المتولى، العرب هم المتولى. في حاجة يتم ترميم المبنى. والواحد ده انا بدي لك يا عم مثلا يا عم موجود ده شارع قصر العيني، ولسه السور طبعا موجود. وده المجمع العلمي، ويتم ترميم المجمع العلمي بعد لما اتحرق واتبهدل. برضه صور كده مجنون، مش عارف هو بيعمل ايه اساسا.
دلوقتي جوه المجمع والباقي حتى معانا ما هيعملوا مجمع رعاية الصدمة لينا المعرض جايين من أول ما مسك قتل 35 مليون. لا أنا؟ هنا واحد كلاب. الله يكون في عونكم عشان برد بقى ولا حاجة. والله أنا أسمعني حد يعني حتى هناك في الشغل انت على الاقل يبعتوا لنا درس ميه او اي حاجه. المفروض يبعتوا ليكم يعني زي ما مفيش دلوقتي لا يبقى احنا ممكن هم يرميهم الصبح يعني ولا النهارده اجازه عشان كده ما النهارده مطلعهم جالنا امر لا ترميم كل يوم بنروح مودينا عربيتين بس المبنى غلط المفروض يتهات بعد كده يبان من الاول وجديد لان هو اساسا يعتبر متدمر. لا من جوه سليم في هو من جوه سليم هو اساسا هو مصنع من الخشب المفروض. بقول لك اللي حرقوه ما يعرفوش قيمته بيقول لك هيروح حرقوه من جوه عندك الاول اعتقد ان الجيش هو اللي حرقه. انا اعتقد ان الجيش هو اللي حرقه لان هم كانوا فين من فوق وكانوا واقف فوق العسكري اتطاول على الناس من هنا وفين بنات الناس مين اللي حرقه انت قلت؟ اعتقد ان الجيش اللي هو الحرق. لا الحرق المبنى ده متصور اطفال. اصل لو الجيش حرق كان هو بعت نفسه يحرقوه عشان يداري بيه فضاء اللي بتاع الميه ممجد منع الميه. ثاني يوم يعني فاتح عليه خش 50,000 خش اطلع الناس. لا دلوقتي لو هردين لا هم دول بقى اللي هم اللي على الشوارع. امبارح مخرجين عربيتين كتب سليمه مخرجين عربيتين وقال لك لا هردين فيه كل الكتب بتاعت المجمع العلمي كده بقى في مصر موجود عندنا في جامعه القاهره موجود في هو مين؟ واحد في الشركه ثلاثه في مصر عندنا واحد في الشركه وواحد بص مين يحط كتاب وصف مصر نص اصليه في المبنى ده ما يحطوش مصر في اللي هو مثلا مكتبه اسكندريه. ما موجود في مكتبه اسكندريه واحد اصلي النص الاصليه ما هو في 5 نسخ اصليه موجود انا عاملين الناس بتعيط على الكتاب مش بيعيطوا على الشهداء اللي ماتوا. يمكن المبنى ده من عمر لا هو نص عمر امريكا مش كل عمر امريكا 250 سنه بس. مين الصور عمال يلف ده؟ هتضرب شكله. شوف انا عامل كده اهو. ايه في ايه؟ كان انت واقف على الكلام وانا اقف على الكلام تعمل معايا ماله هو مش انت لو واقف اخوك واقف جنبك وضرب بالنار هتعمل ايه؟ ماله كده هو ليه انا كده معاند ليه؟ انا اتضرب عليا كنت اضرب على الحاكم هو اللي حاكم هو المسؤول عن اللي حكم مفيش طريق من خلال واحده. انا سبقت ظروفي على اكله ايه يعني انا داخل عليك بضرب عليك بالطوق انا داخل عليك بضرب عليك بالطوق. في حل اكتر كيف ضرب النار دي مش قادر تلاقي الرش بالميه وتلاقي الغاز والرصاص مطاطي تلاقي ضرب نار على طول الرصاص جاي على الراس مش على الايد او في الرجل. الرصاص كله في الراس وفي الصدر. عماد هفت مات برصاصه في الصدر في القلب. السيف ما هو ما تحكي على الجيش ما هو اهو الطب بتاع السبت ده استارت مات برصاصه في الراس. هنا في نفس الحته دي ايوه مات برصاصه في الراس. عايز ده ايه اللي عايز ده هم دول بقى اطفال الشوارع اللي هم ال 3 مليون واحد النظام السابق. كان في الاول اللي فات بعدين يقول لك كيف الجو ماشي اقسم بالله في واحد ركز على الكوشن مش عارف ايه قلت لو شفت عيل ابني انا كنت انا ما خش انت الميدان وشوفي جعان على الجيبي خش بعت معاه عسكري عايز اضرب يا عصام ولا تواجد من طيب اهليكم. طب فين اهليكم يا ابني فين اهليك فين اهلك يلا انا فين طب والدتك فين طيب
الشرقية واللي جابكم مصر ايه اللي جابكم هنا؟ مش ايه اللي جابك هنا طيب؟ انت اللي جابك هنا انت اللي جيت؟ طب جيت زي المشاريع اللي هنا بالطياره ولا بالقطر؟ يوم هم الاهالي يخلفوا ونسيب العيال مثلا ولا اهو مش هي اهو سايبه بيقول لك ابوه مات والواد بيقول لك لا ابوه وامه عايشين. لا بقول لك انا عارف. وعارفهم. لك يا رمضان بص حوار دلوقتي معاك. ولا فين؟ ابوك شغال ايه؟ بص تطلع بتسألك الشرقية بيقول لك امه كمان ماتت. امك جيت هنا ليه؟ طالع انا بقالي من ليه يعني؟ عارف طب الحوار. جيت ازاي؟ عليك انك 3 مليون اطفال شارع في مصر. ومين اللي جابك يعني دول هنا؟ يعتبروا اللي هو الشله لوحدهم او حزب. بتاكل فين ولا بتشرب فين؟ قول اتكلم عادي. اتكلم عادي اتكلم. مفيش حد مصورك مصوره هو بتاعش مصوره هو. بتاكل فين وبتشرب فين؟ رد يا رمضان. بتاكل وتشرب من فين؟ مفيش حد مصورك بتاعش. بتاكل وتشرب فين؟ مين اللي بيجيب لك اكل؟ بتجيب منين بقى؟ بتاخد من الناس فلوس يعني؟ انت منين انت بتاع؟ انت منين بتاع؟ انت من هنا برضه؟ روح لا همسلك. هو انت كنت من فين؟ من هنا ولا من القاهره ولا من الشرقيه؟ يا عم هم مش من الشرقية. انت منين بتعمل يا كابتن؟ قول الصراحه ما تكذبش. قول الصراحه. بلدكوا اسمها ايه؟ بلدكوا اسمها ايه؟ يا عم انت فاكر تصوير مثلا هيطلع على التلفزيون؟ حد لاقي يعني ان هو اتشهر مثلا على التلفزيون؟ اول شوف حد معترض ان هو يطلع على التلفزيون. يا عم انا قريت امبارح دلوقتي يا قريت اول امبارح فرح هيقول. شباب الثورة وشباب 25 يناير وشباب ده انا مسجل كل ده عندي. ايوه حضرتك. وشباب 6 ابريل وكده انا كله ايه مسجل عندي برضه اللي هو مصور الحديث اللي لا بتاعك لا عادي. مش كده انا عندي ده بنقولوا لي اخبار اول باول. اه ماشي. فعندي مثلا انا عندي ايه عندي حاجه ده واحد بعتها لي اسمها ده حزب العداله. ايوه حزب العداله يعني حزب الحريه والعداله. ايوه حضرتك ماشي. بس ايه كل ده بعتني حاجه واحده ايه ان يوم 25 يناير هتقوم الثوره اللي جايه. ايوه وهو ده اللي يحصل. هتقوم ثوره. لا قبليها ولا قبليها هتحصل زي لا ما كده لا انا فاهمك حاجه قبليها هتحصل زي المره اللي فاتت زي شهر واحد اللي فات. ايوه يوم 26 يناير زي 26 يناير اللي فات هتقوم ثوره في اسكندريه في الغردقه في شرم الشيخ في عندك الساحل العاج زي لا يعني زي اللي فاتت هيحصل كده. يوم 26 يناير هيحصل كده ماشي. يوم 25 يناير هيحصل طب عسكري. لا بقول لك الشعب كله يعمل قضيه. ما عملتش من ثوره مش كامله. احنا بننزل كل سنه كده. لا يومها مين زي المره اللي فاتت مش اليوم اللي فاتت السويس وده صح. اه لا يومها برضه زي كده بس هيبتدي بقى من يوم ايه من يوم 26 يناير. ايوه لا احنا هنبدا من يوم 5 يناير اللي جاي. ثوره بقى. انا عارف من يوم 25 يناير من قبليها بقى اللي هو 24 يناير و23 يناير وكده هتبدا بقى تقوم ثورات في السويس وفي المناطق دي في شرم الشيخ وكده. في شرم الشيخ يوم 24 يناير مش هيكون فيها ولا شيء. هتقوم ثورة ضرب نار. ده 5 يناير اللي جاي. ايوه بس رقم كاس وحضرتك بتقعد تكلم ممكن نشارك ولا حوار شخصي. اتفضل شارك. انا كده كده مسجل يعني حوارات الناس الشعب عموما. وفي واحد معترض عارف هو بيقول لك انت بس انت ليه بتصورها او انت طالع على بتاع التلفزيون يعني ولا حاجه. معترض ان هو هيتصور ويطلع على التلفزيون. لا بس شوف ازاي شوف ازاي ايوه هيبتدي بقى يوم 24 يناير هيبتدي بقى اللي جاي ده هيبتدي بقى بتاع ايه بتاع السويس يوم بقى 25. كل عارف ان المشير لازم في حاجه يعملها قبل 5 يناير. الميدان لا في ضرب او حاجه لازم يقلب البلد قبل اليوم ده لا انا فاهمك حاجه عشان الثوره ما بتحصلش. هيحصل بالظبط. لا هيحصل ما في ثوره يوم 25 يناير اللي جاي.
في ثوره جديده. يعني هيحصل بالظبط زي ما حصل 25 يناير اللي فات. ليه؟ انا فاهمك حاجه. اتفضل ماشي. فاهمك حاجه بدليل ان هم الشرطه بيقولوا احنا عايزين العيد بتاعنا ينزل يوم 25 يناير. فالشعب وشباب 6 ابريل والناس دي كلهم وحزب الحريه العداله وكده بيقولوا لا ما تعملوش. طب قانون عربي ما تعملوش. بيقولوا لا احنا هنعمل غصبا عن الشعب. راح ردوا عليهم وقالوا خلاص كده احنا بقى هنقوم ثوره زي ثوره 25 يناير اللي فات. هنا بقى هنكتب وش الاخوان المختلفين لو شاركوا معانا في الثوره الجديده. لا كان بقى لو مشاركوش كده هم خانوا الثوره القديمه والجديده. لا الاخوان هم واقفين دلوقتي مع ممثيل بدرجه رهيبه الاخوان مش عارف ليه. عايزين جدا المشير. لان الاخوان مات منهم اساسا 270. ماشي بس القيادات بتاعتهم متحيزه قوي للمشير قوي ليه يعني تحيز ده؟ حاجه استنى ما يمكن دي انا فاهمك. درجه انا فاهمك. انا ليا يوم 50 يناير. انا اتفضل حضرتك. انا ليا عيال صحابي اتفضل قاعدين في الاخوان ومسجلين هناك وكل حاجه يعني بيحكوا لي كل حاجه. ماشي يعني وبيحكوا لي كل حاجه اللي بيحصل. ماشي وغير كده بيبعتوا لي اخبار اول باول. ده 24 ساعه مع ده يعني على الايميل على الفيسبوك بعتني وبيكلموني. يعني واحد مكلمني ووش يعني كده كنت بكلمه كده زي بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي لو قامت ده لو حصل انقلاب فعلا لا انقلاب يبقى الشعب انقلب على الجيش وعلى الشرطه. لا فرق مفيش فرق على الجيش. لا بس انا ما انا كده قلت برضه. لا بس انا دلوقتي احنا كلامنا غلط. مفيش حد اسمه انقلاب على الجيش. لا انقلاب على القياده بتاعت الجيش نفسه. لا ما انا فاهمك حاجه. في ناس دلوقتي واحد الاخوان قالوا احنا مش عايزين الجيش ولا عايزين الشرطه تحكم ايه؟ تحكم بلد. اولا الشرطه بيقتلوا عيالنا بياخدوا بناتنا بلطجيه عموما يعني. وكده ماشي. الجيش قال لنا احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وخان العقل وقتل. ماشي ادي حاجتين. ثالث حاجه قالوا قالوا احنا عايزين العداله. الجيش قال لهم احنا هنعمل عداله وهنعمل ايه في الايام اللي جايه. عشان نلعب على السلطه ولعب على السلطه. ولعب على السلمي ومسارح الحاجات دي والسياسه الدستوريه بتاعتهم هم. لا بدليل انا فاهمك حاجه. هناك في تونس احنا كان عندنا هنا ثوره 25 يناير. ايوه كان حصل وكل حاجه وهم كان عندهم تجديد الدستور. ايوه شوف ازاي احنا ثورتنا هنا الرئيس تنحى الدستور بتاعهم خلص. الدستور بتاعهم الجديد خلص. احنا عندنا هنا بدأنا ثورات مش في خلال دي مش حصل ثورات. ايوه وحصل قتل ناس وكده. اليوم اللي حصل فيه ضرب في شارع محمد محمود وكده كان هم اختاروا الرئيس بتاعهم وكان هيرشحوه. اللي هو اللبس نظاره اساس مين؟ ما هو بقى رئيس خلاص. بقى رئيس المنتخب. رشحوه. وعندهم رئيس وزراء ومجلس شعب وكل حاجه. ظبطوا نفسهم تونسيين خلاص. الجيش هو اللي سبب. الجيش هناك هو اللي سبب. تونس بقى عندهم دلوقتي اللي هو رئيس الجمهوريه خلاص ظبطها نفسهم. خلاص انتهوا. وليبيا عندهم اللي هو مجلس الانتقال اللي في الجيش ولا حاجه. هو مجلس الانتقال مظبطهم. انا فاهمك حاجه. عندهم دلوقتي تونس فلتت. اول ناس عملوا ثوره واول ناس فلتت. هم كده بقى كاملين. بقى عندهم رئيس جمهوريه هم مختارينه. في مثال اتقال شفت مثال اتقال عليه يقول لك ان اللي هو زين العابدين كان هو في البلد. هو كان منفي. دلوقتي بقى زين العابدين منفي وهو المنفي رجع للحكم. اللي هو رئيس الجيش اللي هو في تونس اللي اسمه بقى صح هيكون ماشي. فهم بقى عندهم قانون دلوقتي ان لو ضابط جيش قتل يتحكم عليه بالاعدام. ده هو عاملينه في الدستور الجديد. ده في تونس او في ليبيا؟ في تونس. ماشي. في ليبيا عايزين يقدموا الجماعات. لا في ليبيا دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيلموا السلاح. بيقول لك السلاح بيقول لك الحاجات غير كده. بيقول لك الجامعات مش عايزين دستور خالص وهم عايزين دستور. الشعب عايز دستور. ايوه الدستور. ما الدستور هيكون من شريعه اسلاميه عندهم. يكون دوله اسلاميه عادي. يكون دوله اسلاميه وكل حاجه يكون من جماعه اسلاميه وكل بقيه الجامعات بيقولوا احنا مش عايزين دستور خالص. متخلفين خالص. بقى هيحكموا الدوله ازاي طيب؟ فهمتها؟ هيحكموا الدوله ازاي؟ فهم بقى يسرق كده مجاني مثلا هيتحكم عليه ازاي؟ في الجامعات دي الشعب بقى اللي بيعترض عليه. هم مع الجماعه الاسلاميه اللي هم عايزين دستور وكل حاجه. كويسين هناك في ليبيا كويسين. هم بقى
هما بقى بيشغلوا السلاح مع الجماعة دي، بيشغلوا السلاح مع الجماعات التانية. هو فعلا هم معاهم سلاح. الجماعات في بداية التانية. يجري عملية نزل سلاحها من كل الأطراف، الثورة خلصت، ايوه قذافة مات، هاتوا بقى السلاح اللي احنا كنا مديها لهم. ايوه ايوه. لأن الشعب سلح نفسه بنفسه، أنت ما الشعب عندكش هو اللي- جيش، أيوة. أنت لازم تجيب سلاح، أيوة. أنت الثورة خلصت، الشعب بقى زينا كده يستلم سلاح للقيادات المتصفة. جيشهم دلوقتي 3/4 أمريكان. لا أمريكان خرجوا، ما فيش أمريكان في ليبيا. لا في. لا مين قال؟ انا لسه متابع مجلس والله، انا متابع كل يوم على القناه الليبيه الفضائيه اللي بالشفره، في قناه ليبيه كده بالشفره، أيوه. عارف القناه دي؟ والله العظيم بتطلع لك كل حاجه تفصيل عن الحكومه، عن الجيش، عن كل احنا واقفين حاجه. هنا ليه؟ أنا واقف هنا والله. الناس دي واقفة هنا ليه؟ لا عشان المبنى اللي مترمم ده وكده، والحال يشوفوا ما فيش حد يدخل الحاجات دي، عشان الحديد دلوقتي غالي، حتى الحديد دلوقتي متباع. بعد السوق ده في حاجة؟ هو ده شارع شيخ ريحان، تمسك كده على طول شايف سفرك المبنى الاخير، ده الشارع بتاعه، هو ده المبنى بتاع وزارة الداخلية. والله. هو بص حضرتك المبنى اللي هناك ده في شارع كده صح، في فرق بين المبنى ده والمبنى اللي جنبه، هو الشارع ده بتاع وزارة الداخلية. اما هنا بقى هنا بقى اللي ورا الشجره دي اللي هو بالظبط اللي هو مجلس الوزراء، ورا الشجره دي بالظبط. الشعب والشورى فين؟ الشعب مجلس، ادي مجلس الشعب، ادي مجلس الشعب، مجلس الشعب اهو. انت عارف تعالى انت بص بقى- هوريهولك. لا من هنا من هنا من هنا. لا اهو من هنا، بص تعالى حضرتك. تعالى اهو بس. هو ده حضرتك، هو حضرتك المجلس الشعب، هو ده المبنى الاصفر ده، القبه دي ده بعد النخلة ده. لا عند النخل، هو ده حضرتك مجلس الشعب. الشورى فين؟ الصورة اللي جنبه. انا مش هو نفسه مجلس الشعب هو ده المجلس الشعب. هو نفسه مجلس الشعب والشورى. ما هو اساسا جنب بعض. مبنى واحد؟ ما ده اللي هو المختار ده. مجلس الشعب هو مختار مجلس الشورى ويرشحهم من هو بس راح اشوف احنا لازم انت عارف انا جيت اثناء ضرب ده شاء محمد محمود. ايه حضرتك؟ واتصبت وكل حاجه. ثاني انا يوم مصاب برضه برصاص خرطوم. لا انا اتصبت ده باغماء. انا اتصبت باغماء. هي عارف الرصاص هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن هو رصاصه كده كبيره فيها جواها 200 اللي هو 200 خرزايه بالحجم اللي هو بالحجم ده. بتفرقع في الجو، هي طالعه جواها 200 خرزايه كده صغيره بتفرقع في الجو. ده بيلي. لا خمس يعني؟ خرز صغير، خرز نون، عارف الخرز الاصفر بس خرز بقى حديد. من خرز، لان الخرز الاصفر لو اتفرع هيسيح اساسا عشان هو عباره عن بلاستيك، خرز حديد. طبعا حديد طبعا امتن واقوى، بتخبط في كل حته طبعا في جسمك حسب الواقف، بتفرش كله، بتفرع في الجو، كل حد في المنطقه دي يتضرب. انا طبعا من الناس اللي جت الرصاصه اللي فيه. لو على دماغ اي حد يعور. هو لو ضرب من مسافه متر في الوش اللي انضربك يموت. زي الاسكندريه قتلوا واحد برصاص خرطوم، الواد وقع على الارض مات، داخل بدايه جسمه، داخل رصاص جوه جسمه، اتفرعت من جوه جسمه، طلعت 200 خرزايه خرجت من كل الجسم، من كل جهه جسمه، من دماغه، من دراعه، من احشائه، من رجله. انت داخل رصاص اتفرعت اولا يعني بطن فتح. طبعا بعد كده غير الخرز قطع كل حاجه. هو مات اساسا من الفرقعه لوحديها، من دخلت الرصاصه. يعني هو اساسا مات من قبل ما تفرقع وقبل ما الخرز ده ينتشر. انا جت لي واحده دي بقى لها من شهرين متغيرتش زي ما هي، العلامه علمت كده، بص علمت. انا عارف. بص دي دخلت لجوه اساسا. بص بعد كده وخرجها لي الدكتور عارف فاكر الابره؟ قال لي سهله خفيف ما تخيطتش، بس خرجها لي بالابره. قال لي خفيفه يعني، قال له جت في دماغك تكون مصيبه. الحمد لله انها جت في ايدي. الحمد لله. بس فرق على فوق. كده فانا بقى لما فوت تاني يوم جيت بعد كده بقى بص المسجد. رحت بقى مشيت. مسبيرو ده بعيد قوي. ده بعيد، ده عند المبنى بتاع التلفزيون. بص لا هو شايف حضرتك المبنى اللي هو رمسيس هيلتون، وراه بالظبط بحوالي 100 متر. مسبيرو؟ لا حضرتك عايز تروح لمسبيرو؟ هم الناس هيروحوا. ليه طيب؟ لا بص هو المبنى رمسيس هيلتون ده الطويل اهو، وراه بالظبط 100 متر يعني 5 دقايق مثلا. الناس واقفة في الميدان ومخنوقة. هو مفيش حد في الميدان حضرتك اساسا. راجل بس بص ما تحكمش بس يعني. اعمل ايه؟ بس على كده اتفضل يا فندم. تثبت شفت ايه؟ حضرتك جالك اغماء اولا بسبب ايه؟ جالي اغماء. بص ثبت قول كل الجموع. فده بقى 15 سنه. ما انا عارف. انا جاي لك بقى منها برضه، جاي لك بقى اللي هو نص ساعه في الميدان. فوت منها. شفت وشي اثر في المرايه هناك في مستشفى الميدان. اصفر واحمر.
الوان بقى. لا مش الوان، هو كان وش الوان انا احساس. لا طبعا تاني يوم لما فوت عارف لقيت وشي كان مصفر شويه وعيني دي حمرا. ما هي بتحرق العين جواها مادة انت عارف بتحرق بقى العين. الدكتور بقى الدكتور حداني اقوى فبدأت اخدها ايه على خدتها لمده اسبوع. عارف حضرتك نوع القطره اللي ادالك ايه؟ عارف القطرات بتاعت اللي هي الميه البيضاء نفسها بتستخدم فتقاوم ريحه اللي بتاع قبل وسط الدموع على العين. هي فاسده اساسا، هي المفروض تعملش كده فيك، المفروض تبكيك بس كده فاسده بتعمل فيك. شفت انت الاكل ايه الفرق بين الاكل الصح والاكل الفاسد؟ الاكل الفاسد ميتت، هي كلها فاسده 15 سنه. بس انا كان جسمي لا كنت بمشي بالعافيه كان جسمي في مشكله انك تحس انك عايز تروح تشمها من اول وجديد، صح؟ انا كل مره انا مش هروح تاني. يعني درجة اتفضل حضرتك. يعني درجة والله العظيم يعني لما انا والله العظيم لما انا نفسي لما كنت بتكلم مع الصحفية كنت بشم ريحة والله العظيم الاقي الصداع اللي في راسي راح. الريحه كانت بتوصل لحد بتعد مئات الامتار. يعني ده في ناس وصلتنا لحد ما كان بيوم من محمد محمود كانت بتوصل لحد الميدان نفسه لحد المتحف المصري. هي عشان فاسده فرحت توصل بالجو بسرعه وقت منشطه وكده مفيش رياح شديده كده. بص بعد كده رحت بتكلم مع الصحفية نفس الوقت انا بتكلم مع الصحفية ضرب عليكم واحده. لا جم 9 عيال وكانوا بيتكلموا فاحسن انا اتكلمت شويه وده اتكلم شويه ورجع قلت لها طب بصي احنا كشعب لازم نضع ايه حد للمهزله اللي بتحصل دي والعنف اللي بيحصل ده. ايوه اول حاجه يعني احنا لازم نعمل زي تونس مجلس تأسيس. ايوه ماشي انا معاك. طبعا ده هي شغاله ايه تكتب او بتصور مثلا ولا اسمها الكاميرا. لا صورتني بالكاميرا ماشي. صحفيه في ايه هي طلبت صحفيه في ايه؟ لا الاهرام مثلا والجمهوريه ولا خالد اليوم ما لقيتش هي بتسال وبس. لا بتسال ايه ده؟ لا يعني بتسال بس انا بس بعد كده يعني ايه شوف بس على كيف راح طاير لا تقريبا كان في جريدة الأهرام. المهم هم كلهم واحد. ماشي. فاللي حصل رحت انا بقى جاي ايه كنت جاي قلت لها ايوه قلت لها احنا كشعب لازم نضع حد للمهزله دي والعنف ده وده والجيش ولا عامل لنا حاجه ولا اي حاجه. لازم اول حاجه نعمل زي تونس نعمل مجلس تأسيسي. تاني حاجه المجلس التأسيسي ده يجتمع مع الشعب وكل حاجه يبقى في الميدان هنا يبقى مع مين يبقى ايه نعمل مجلس الميدان هو اللي يختاره. ايوه الميدان هو اللي يختار مجلس تأسيسي. ادي واحد عشان نثق فيه. اثنين المجلس التأسيسي ده يختار بقى مجلس شعب. ليه ما احنا اخترنا وخلاص وخلصنا مجلس الشعب. لا اخذنا الجماعه الاسلاميه وخلصنا فهمك حاجه الجماعه الاسلاميه. ما انا عارف بس ايه صح. انا قلت لها دوت ايه قلت لها ده مجلس الشعب والشورى المجلس التأسيسي ده مع شباب الثوره وكده مع الشعب يعني زي يختاروا ايه يعني رئيس مجلس الشعب كويس ويختاروا ايه يعني ايه رئيس مجلس الشورى. ماشي. يعني رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى. ماشي. ثالث حاجه بقى لازم نختار رئيس لينا من دلوقتي علشان ايه عشان خاطر يعني ايه نشوفه يعني ايه مش نختاره. طب نعمل زي نظام معاملة فلوس ونخلص نجيب رئيس منتخب مؤقتا ورئيس منتخب مؤقت اساسا وننجز. ما انا قلت لها كده بس بعد كده راحت قالت لي طيب يعني انت ايه اخر حاجه ايه؟ قلت لها والله العظيم اذا كان عليا انا ممكن اجي اعمل دعوه عن عباره الفيسبوك. انا كشخص اهو ماشي وكاحنا 9 اشخاص هم كمصابين ايوه وكده وخرجنا كان ممكن احنا ال10 كده انا ما اعرفهمش بس انا بقول لها كان احنا ال10 كده كان ممكن نعمل دعوه على الفيسبوك ونخليها تقوم زي ثوره 25 يناير. ساعات الحكومه دي ما تقدرش تعمل معانا حاجه. هو ده اللي يعني ولا الجيش يقدر يعمل حاجه. والله العظيم لقيتها بصيت لي كده استغربت والله العظيم اللي معاه واحده قالت له هات الكاميرا والله العظيم. بس طبعا قالت في نفسها لا ده واد تلاقيه حرك وفاهم في السياسه قوي. لا حضرتك استاذ اظن. عملت ولا ايه؟
انا شغال مكواكي بس الطرف طبعا دي. في السياسي جامد. السياسي لا انا طالب لسه. بالعكس. بس في السياسه دي كده. بس جيت بعد كده بقى رحت قلت لها ايه؟ قلت لها بصي احنا لازم نضع اي حاجه كده. فده كده طبعا الواد العاشر واحد دوت ايه وحال هم لو حطوا فاصل بيننا لو حطوا فاصل بين ده يعني فكرنا حد الوزارة والشعب مش هي الشعب مش هيبوظ. ما هم حتى فصل اهو. لا ما انا عارف بس بعد كده فحمد بقى بيكلمه فقال له ده بس بصيت ثالث يوم لقيت الكلام اسمه ضحك. لا والله يا أستاذ. الله يسلمك. جيت بعد كده بقى انا صحتك وساندوتش من فين طيب؟ فجيت بعد كده بقى انا بقى بصيت تاني يوم في الجنون قريت شايفك سامع حنان بقى يقول لك انا هحيي ل10 شباب. هم عندك ازاي ملوش لازمه. لا بس امير اسرائيل. استنى العيال كلهم بدون نظارات اللي انا ماشي. فبقول لك ايه؟ فانا بقى انا وواد تاني اللي متصورين الباقي كله ما رضاش يتصور بس 8 دول ما رضوش يتصوروا يعني انا وواد تاني بس تصور. فقال لك ايه؟ قال لك انا هحيي الواد ابو نضاره ده وحيي ال9 عيال اللي معاه ال10 عيال دول على اساس ان هم 10 عيال جدعان بس هم لو دوت ايه هم لو اتقوا ربنا ومشوا من الميدان احنا هنصفي قلوبنا مع هو هيصفوا الميدان كله. لا يعني هنصفي قلوبنا مع الشعب. بس انا حصل قوي انهم صفوا قلوبهم مع الشعب بس يعني أنا- وصلها يعني 12 واحد مات بس في الاحداث المجلس. بس انا اعمل ايه؟ انا اضع حد سور في الميدان وكده. بصيت والله العظيم لقيت لك تاني يوم رحت بقى الشغل بقى وجيت بعد كده بقى كان شغلي في الجيزه. ايوه حضرتك. رحت بقى بعد كده بقى ريحت الناس. ريحت وكده وجيت بعد كده بقى الميدان بقى يوم الجمعه لقيت لك بقى ايه لقيتهم بقى حطوا الصوف وكل حاجه. وكان قبليها اصلا شفت في ده على اللابتوب عندي في الشغل لقيت ده البتاع ده ايه لقيتهم ان هم حطوا الصور وان هم عملوا ايه ده هو لحق كلامنا احنا يوصل. لا هو كده هم قالوا هنعملها زي احداث محمد محمود بقى ونعمل صور وننفض بقى للشعب يولع مش قالوا لك 3 صور اللي هو رئيسيه الشيخ ريحاني والقصر العيني واللي هو اللي اسمه محمد محمود. سؤال تاني ومصر كلها اسمها. لا انت افهم بس. انا فاهم انا معاك. احنا النهارده كام؟ 30/12. احنا النهارده 30/12 2011. ايوه كل سنه طيب بقى. يعني احنا بكره هو منهم ساعدنا. يعني احنا بكره بس اخوات كلنا. احنا بكره 31 صح؟ بعديه 1 صح؟ ابتداء بقى من 1 هتلاقي الشعب بقى بيبدأ بقى يحضر. هتلاقي مصانع الاعلام بتحضر اعلام عشان الثوره. خلاص انت حضرتك هتنزل ثوره جديده؟ انا اصلا كل ثوره بني ولا هو ثورتين بس ولا لا هي ثوره واحده وفي ثوره جديده بقى. بص حضرتك بص دي رصاصه دي ولا ايه؟ لا دي ضربة مطوة من واحد بلطجي ملبسين ضابط وعاملين له بطاقة. هم اسهل حاجه يجيب لك شويه لابسين لا عاملين له بطاقة لا عاملين له بطاقة على اساس ان هو ضابط امن مركزي او دوله. امن دولة عاملين له ضابط امن دولة. عارف القصص دي. يجيب لك ناس بلطجيه ويديله بطايق يقول لك لا يلبسوا ويصوروا. ايوه عارف شخصية برقم كل حاجة ان هو كده. خناقه ازاي؟ انا مصطفى بس ازاي بس انا اسمي محمد. انا اسمي حاجه محمد عبد. بس انا صورتي ما طولتش عليك. لا والله لا بس هو فعلا خلي بالك عشان اريحك احنا في ثوره جديده يوم 5 يناير عشان دورت عليك بس. لا ما انا عارف 25 يناير هتفضل لحد اقول لك حاجه بقى مش يوم 25 يناير لازم المدير يعمل لك اي حاجه في ريد او يعمل لك اي حاجه قبليها عشان ثوره القوم لازم يحمي نفسه.
لا هتحصل. فخلي بالك بقى احسن ان الرصاصه تيجي هنا ولا هنا، ده ممكن عادي بيد الشعب كله يضربه في الكلمه ويريح نفسه. لا يحصل. خلي بالك عموما حضرتك اتشرفت قوي بيك يعني بالمقابله بتاعتك. لا وسعيد جدا. يعني انا عندي انا مصري امانه في ربنا ان شاء الله انا يعني. عندي ناس كانوا شغالين في مجلس الشعب وكده، واثناء ما حصلت الثوره قدموا قبل ما قدموا استقالة الحكم. قدموا استقالتهم. ناس قرايب ما عادي ناس كده برضه قدموا قدموا استقالتهم. بقول هنكسب الشعب ده اللي احسن يضربنا ولا حاجه. الدليل كمان ان ليا واحد قريبي اتضرب خد يلا. مجلس الشعب. مجلس الشعب ايام حسني، ايام الثوره. ما اللي يلعب اللي ينفذ الكلام وهو ملوش دعوه. هو كده انت لما تنفذ الكلام الكبير اللي هو مبارك، او لما تتصفى اللي هو زي بقى لا لا يعني ده تشوف بامانه ايه اللي حصل. ده كان مسجل، ده قولوا كده ضربوه على طول من غير ما يقولوا له ولا تنفذ ولا اي حاجه. لما في حاجه عملها او لما كان هيكسب عنهم حاجه. لا ما فيش اي حاجه. هم انا اقول لك حاجه. قبل ثورة 25 يناير، يوم 24 يناير بالضبط، يقول لك 24 واحد ماتوا من مجلس الشعب. دي طلعوها على النت. مش ماتش بيها الصراحه. ما هو فيش حد قالها اساسا. لا ما هو فيش حد صراحه يعني. لا ما انا فاهمك. من ضمن الفضايح اللي بانت الفضيحه دي 24 واحد. انا ادور على النت صراحه لكن انا مش واثق فيها. ما هو 24 واحد مات في مجلس الشعب. قالوا ده بقى مين ومين ما عرفوش. انا بقى بقول لك قريبي ضربوه، فكان مسجل كل حاجه بقى ايه على الموبايل. على اللابتوب حسب الجهاز. لا على الموبايل، وقفل الموبايل وحط الموبايل فين؟ في جيبه. البنطلون من جوه في القميص. خباه يعني. خلاص فهمت انا. فهمت ماشي. راح اللي حصل، فطبعا هم ايه خدوا الجثه وحرموه. ده اول حاجه طبعا. خدوا الجثه رموه بقى فين؟ يقول لك بقى رموه عند وزاره الداخليه، على اساس ان تكون الداخليه هي اللي قتلته، صح؟ لا على اساس يعني يقولوا اقول لك البلطجي ده كان عايز يكسر. ده راحوا كده. فطبعا ناس حبايبي وكده اصحابي شافوه فخدوه بسرعه. خدوه بسرعه. ده خدوه اللي هو يوم الضرب. اللي هو كان يوم 25 يناير، اللي هي كان بداية شوية. ايوه يوم خدوه. هم خدوه بيضربوا منين؟ من الامن المركزي وامن الدولة. من الامن المركزي. كلهم واحد هتفرق. فطبعا كان صاحبهم الحتة دي بالظبط كان مستني بالعربية. خدوه جري وحركبوه في العربية وجري. عقبال ما هم اصلا جريوا كان دخل. لا اكيد طبعا لما ضربوا الرصاص. الرصاص اللي هو مسموم، حتى لو جاي الرصاص طبعا كان جواه مادة الحديد، مش عارف مواد غريبة والبارود والحاجات دي. بس طبعا الرصاص مسموم كده بيقتل. كده حضرتك استغربت، حضرتك بتعور رجلك قد كده صح؟ حضرتك بتعور تعويره قد كده، صوت تعويره تعويره. دي ضربة مطوة. ايوه بس كبيرة. حضرتك المط من الضربة دي؟ لا الرصاص تعويره تعويره قد كده. الرصاص تعويره تعويره قد كده. نونة بس عشان البرود بتاعها مسموم او محروق فبتنتشر في الجسم كله، فانت بتموت لوحديك. زي السم بتموت، زي الناس اللي بتموت من قنابل المثير الدموع او قنابل. تكون فاسده في مسمومه. قدامك دخان بتشم ما فيش جروح بس بتموت. هم محضرين لكده. هم محضرين لكده. هم محضرين عشان خلي بالك من الثوره الجديده هتحصل لك حاجه. لا انا هنزل ماليش دعوه، اموت انا داخل خاطر بلدي. انت افهم؟ انا هنزل لحاجه واحده. خاطر مصر. ولا خاطر مصر دي اول حاجه، خاطر حق عيال اولادك والناس دي. تاني حاجه عشان خاطر حق صاحبي اللي هم قتلوا امه قدامه. قتل بالله. وعشان خاطر كمان ايه؟ عشان خاطر ده لازم شوف يا عم، اذا كان ده بيقول لك مش هيبقى في اثر لاي ده عسكري امن دولة ولا عسكري شرطة. ايوه هيبقى كله عساكر الجيش. اليوم ده
اليوم ده مش هيبقى فيه عسكري كده، هيبقى بقول لك العساكر اليوم ده دي- هيكون فيه كله، امن مركزي على امن وطني. لا يعني ده يبقى هنا. بس اللي هو بقى الاساسي الجيش. اه الاساسي الجيش. ايوه انا فاهمك حاجه. هما دلوقتي لا قدر الله قدر الله مش ممكن يحصل حاجه، ربنا يأذن يحصل حاجه يا رب. عليهم هم بقى. هم بقى الناس دي. الشعب لو اتقلب عليهم اقسم بالله ما تلاقي طرفة عين من ضابط شرطة ولا كده، هتلاقي كله في رجلين تحت رجل الشعب. لا انا بس عشان دورت عليك بس عشان الحق. لا عشان اقول لك حاجه، لما تحصل ثوره دي عارف اولا هيكون في انقلاب عسكري، لان مش كل مش هيخسر اهله عشان خاطر واحد اسمه المشير. لا فالجيش لازم يكون زي ما حصل في الليبيا. مش اهل هيكون مع المشير، ليه اهل هيكون مع شعبه. لا وتاني حاجة صح. والطيب مع الطيب والشرير مع الشرير. هو ايه اللي حصل من محاكمة حسني؟ دي كان لابس ترنج ودخل ترنج في المكان واتنقل في الهليكوبتر، وحبيبي عندي كان لابس اللي هو البدله الزرقاء ولابس نظاره ومغركب بالسكه بتجول في المكان ومش عارف يعني. وعلاء جمال وعلاء اللي هو ضربة الكام بتاعت التلفزيون المصري وهو جاي ضربها، وجمال المبارك متمشى يعني، وخمسة براءة في اللي هو هجوم القاهرة وأهالي كانوا بيصوتوا. يعني في فساد بدأ يحصل. هو كده الناس هتتقلب على 3 حاجات. ما هو السين سياسي قالوا ثورة حتى النصر يوم 5 يناير اللي جاي سنة 2012 ثورة جديدة بقى. هم هيتقلبوا على 3 حاجات. المشير أول حاجة. المشير وسامع عنان. ماشي طبعا. والمجلس العسكري عموما يعني. على الشرطة. على الداخلية كلها. ايوه. على الفطورة والنظام الفاسد كله. على حسني وكده. النظام الفاسد كله. ايوه. النظام كله. بقول لك احنا لازم نعمل فيهم زي ده بيها. دي واحد بيبعتها لي كل يوم على مين ده؟ الفيسبوك. الجيش ولا صاحبك؟ لا واحد من شباب 6 ابريل. هيعملوا في مين يعمل في مين؟ هم يعملوا في الشرطة في ليبيا زي ما حصل في ليبيا. الشعب هتعمل، بيقول لك الشعب هيعمل زي كده، بيبعتها لي كل لا يوم. مش هيعمل زي كده. هو لو حصل ضرب هندافع عن نفسنا ازاي لما جت حصل الموقعات اللي هي الجنب؟ ندافع عن نفسنا، هو ده اللي هيحصل. هيضربونا هندافع عن نفسنا، حق الدفاع عن النفس موجود في الشريعة الإسلامية، موجود في الدين المسيحي، موجود في دين اليهود، موجود في حقوق المجتمع. هتيجي هنا بقول لك هتيجي تنزل كده. ما عامله زي F-16 لما حدوا كتفوا الميدان. ما هي هتحصل كده. الناس خايفت. لا الناس بقى مش هتخاف، بقول لك الناس كلها هتطلع. أطفال شوارع مش خايفة. استاذنك بص حضرتك اشرفنا بيك اولا عشان استاذنك انت عايز واحد عايز انت يا ابني انت خلاص بقى تعالى اطفال شوارع اطفال الشوارع. اشيلك انا والمسكين ولا اخش له. شفت المهرجان الجديد؟ انا عملت المهرجان. ايه عم تفكر تعرف نروح نرجع بقى للميدان شوف الاوضاع ايه. لكل ناس دعوة من محمد عصام يعني تعتبرنا كأن اي انسان وخلاص. انزلوا يوم 5 يناير الثورة الجديدة على ضمانتي مع مدحية محمد عصام ورعايتي والحاجات دي كلها. مش مهزر انا بتكلم جد. انزلوا الثورة الجديدة بتاعت يوم 5 يناير. الثورة مش كاملة، انا كده عملنا 50% من الثورة. لازم نكمل الباقي ونكمل 50% الباقيين من الثورة. وتحيا مصر، مصر فوق الجميع. نرجع للميدان. عفوا منف تضحكوا على ايه؟ ما عارفكم تضحكوا. قصدي على ناس بتتفرج على الفيديو حاليا وخاصة قرايبي واصحابي. عفوا انا انسان نظيف هرمي المدير في الشارع.
ارميه فين يعني؟ في جيبي؟ واحد ليه كتب كل اللي انا كاتبه، انا كاتب يا عم والله ولا مشروع كاتب ليه؟ عشان كده انا معتز اللي هو يبقى معايا على طول، بحب اخد اي حاجه عشان ده بقى لما يكبر يبقى كتير برضه. الكتاب ان كل الجرايد دي كلها بس كلهم كل دول معرفين كل ده بس حاجه بتقول بقى كلمه دي جريده المصري اليوم بالتحديد خاصه بالدين مع الرسول ثورة كبيرة يوم 25 يناير. والتحية مصر الأمة العربية. الشعب يريد إسقاطك يا مشير. نسكتك يا مشير توريك ولا لا؟ أنا تعبت، شكلي هروح دلوقتي. هي خناقة. خلاص بقى كل ما يمسك واحده يحط ايده على كتفها. لا هو الواد بيعمل كده صح والله. ينفع هو العيب على الراجل ده انت حصل ايه بس؟ ايه؟ عشان قتل انا ليه بس؟ هو عمل ايه يا جماعة؟ ايه؟ خلاص يلا يلا كان معاكم محمد حسام الدين عبد احمد من التحرير. دلوقتي النهارده 30/12/2011. لازم كانوا شايفين ده حال الميدان النهارده الجمعه في الايام. يعني ميدان هادي تقريبا وما فيهوش حد، اعداد قليله. في ثوره جديده يوم 25 يناير عن المشير. خلاص بس ده حال مصر. الله أكبر الله أكبر. ده أنا
كان معاكم محمد عصام من ميدان التحرير يوم 30/12/2011. نلقاكم المرة اللي جاية أو القادمة إن شاء الله على خير. يا رب يكون المدرب مليان جاي تكون أكبر من كده شوية. يا بلد يا جدعان مش لعبة. دي خاطر مصر. يلا.